ازيكم؟ الفيديو اللي فات انا مكنتش بتكلم وانا باكل، فحبيت الموضوع صراحه، فقلت ايه اصور لكم وانا اكل الزبادي. ما اتكلمش يعني وانا باكل. خبطت الدنيا. مفيش مناديل. في افكار في دماغي وتقول لي ايه يعني مثلا يعني مثلا بعد ال30، فاهمين قصدي؟ بعد ال30 مبقتش اكتيفيت. كنت الاول قبل ال20، قبل ال30 في العشرينات وكده، فالموضوع كان بالنسبه لي كان ممتع. كنت اكتيفيت بقى، وكنت في روح الشباب، وانا عندي روح الشباب دلوقتي برضو. انا ما اتخانق مع نفسي بقى دلوقتي. المهم، بعد عصر ذهني سريع في دماغي وكده، فاكتشفت ان بعد ال30 بالذات هتكتشف ان انت، يعني انا مش عايز ابان فيلسوف، بس عايز اقول ان انت بتكتشف ان انت مفيش حقائق مؤكده توصلت اليها. يعني بالنسبه لي انا مثلا كشخص، يعني مثلا الافكار ان انا كنت معتقد فيها، والافلام والكتب والحاجات دي كلها، اللي انا في العشرينات كنت مبهور بيها، وكنت بفكر بالطريقه اللي كانوا بستقبلها في الكتب او بستقبلها من الافلام. فكنت فاكر ان انا واصل بقى ايه الحقائق بقى، وافكار حياتيه، الحاجات دي كلها. بس اكتشفت بعد كده ان الحاجات دي مش مؤكده، يعني مش حقائق مؤكده، فاهمين قصدي؟ بعد 30 الموضوع مختلف. ده بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، مش بتكلم عن اي حاجه عن حد تاني، او بتكلم عن جيل، او بتكلم عن الثلاثينات بشكل اخص بشكل عموم. لا، انا بتكلم عني انا شخصيا. فالموضوع يعني عشان بس ايه محدش يفهم الكلام بشكل مغلوط يعني. بس فانا يعني ايه، يعني بالنسبه لي انا مش عايز برضو ايه اصعبها عليكم وايه واعقد الامور واخلي الامور بشكل معقد وكده والكلام ده. لا، عايز برضو ايه ان انتوا ايه تستفيدوا من الفيديوهات، وفي نفس الوقت يبقى فيديوهات لذيذه، مش تخليكوا تقعدوا تصدعوا دماغكم والكلام ده كله. لا، انا بالنسبه لي تتفرجوا وتستمتعوا، وفي نفس الوقت برضو ايه يعني في بعض الاحيان من فيديو لفيديو وكده تفهموا، يعني تعرفوا حاجه عني انا كشخص، او طريقه دماغي بتفكر ازاي.